السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم وحلقة جديدة من مسلسلكم الرائع والجديد والشيق مسك الليل. الحلقة الثالثة حلقة جد شيقة غادي تصدم بزاف فيها كارتال مع سيرين بعد ما غادي يعرف ان الاب ديالو اللي مربيه عزيز غادي يطيح في الحب ديالها وغادي يجيبها معاه للقصر. فنبقاو مع الاحداث بلا ما نحرق لكم مراحل. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس ودعمونا بلايكات فضلا وليس امرا. من بعد ما قرر انه صافي يمشي كارتال عند سيرين الفندق وينهي هذه العلاقه، فهو دخل وهو بزز منه بواحد الوجه اخر وقال لها علاش جيتي؟ ياك انا قلت لك انا بخير، واش انت جيتي قحمتي راسك في الحياه ديالي وبغيتي تدمريها؟ هي بقات غير مصدومه وقالت لي شنو هادشي اللي كتقول؟ قال لها قالت لي وعلاش انت عيشتيني في هذا الحلم؟ قال لها انت قلتي اسم على مسمى سميتو حلم. قال لها انا الاعمال ديالي بزاف في فرنسا وكنت غادي نجي وغادي نهضر معاك، ولكن انت درتي داكشي اللي قال لك راسك. يلا سيري حيدي من اسطنبول بسرعه، انا راني عندي هنا عائله ومزوج ومستقر، فبلا ما تجي تخسرها ليا. مجرد ليله عابره ما غاديش تدمر ليا حياتي وما يمكنش ليا ندمرها. واش كتعرفي شكون هي الزوجه ديالي؟ راه هي الابنه ديال السيد اللي انا خدام عنده، عطاتني كل شيء وعطاتني المال والجاه وكل شيء، ما يمكنش ليا نسمح في هذا الشيء على قبل ليله واحده. يلا سيري. ومن بعد كيخرج وكيحط لها الفلوس وكيقول لها هاد الفلوس يكفيوك دوزي بضعه ايام هنا الا بغيتي تساري، ومن بعد سيري في حالك ما بقاش نشوفك. وكيخرج وهو حزين بزاف، حتى هي كتكون حزينه بزاف وما كتكونش تكلمات خلال الحوار ديالها معاه، يعني كتبقى غير كتشوفيه وكتقولي لا هادشي ماشي معقول، هادشي كذوب. ومن بعد كتنهار بعد ما كيخرج وكتبقى جالسه وكتبكي. كذلك كينهار كارتال وكيخرج وكيبقى ما عارفش راسو شنو غيدير. كيبقى تابع الصديق ديالو كيقول ليه كارتال شنو اللي واقع شنو اللي وقع. كيخرج وكيمشي في هذيك الشا وكيبقى يبكي والمطر كيطيح عليه. من بعد ما مرات 4 سنوات كنشوفوا على ان سيرين ولا عندها ولد اللي في العمر ديالو 3 سنين وكانت كتحتفل بعيد ميلاد ديالو. من بعد كان فرحان بزاف وهو كيطفي في الشمع حتى كيسمعوا الدقان. من بعد كتقرر سيرين على انها تمشي تحل وكتلقى واحد رساله جات من البلده ديالهم، يعني الراس الاسود. كتجي الام ديالها وكتقول لها شنو هادشي؟ ياك ما شي خبر خايب على قبل باباك؟ اري هذيك الرساله انا ما غاديش نحلها. كتقول لها سيرين لا ما كاين حتى شي خبر خايب، غير حليها. علاش ما بغيتيش تحليها؟ واش كاينه شي حاجه مخبيها عليا؟ كتقول لها شنو غادي نخبي عليك بنتي؟ عافاك انا كنبقى متوتره الا سمعت شي حاجه خايبه على باباك. وفي هذا الاثناء كنشوفوا اسراء والعائله ديالها كيودعوا الاب ديالهم عزيز انه غادي يمشي للراس الاسود لبضعه ايام باش هكذا يرتاح ويقابل الاعمال ديالو تما. ومن بعد كيوصي كارتال وكيقول ليه ما غاديش نوصيك على العائله ديالي. كيقول ليه غير سير انت داكشي اللي بغيتي راك درتيه، انا صافي دابا اللي قلتيها غادي نديرها. كيبقى يشوف فيه عزيز بواحد النظرات وبطبيعه الحال كيكون كارتال في واحد الحاله ديال الحزن. من بعد ما كتلح سيرين على الام ديالها وكتقول لها ماما غير عاودي ليا، كتقول لها انت راه عندك اخ تما. كتفرح سيرين بزاف كتقول لها قولي لي شنو هادشي اللي علاش خبيتي عليا هادشي. من بعد كيقرروا يفتحوا الرساله وكتقول هذه ماشي شي حاجه خايبه ماما، هذه الرساله من الاخ ديالي كيدعيني انني نمشي عندهم باش هكا نتعرف عليهم. الام ديالها في الاول كترفض ولكن سيرين كتقول لها لا بغيت نمشي. الام ديالها كتقول لها انا خفت عليك لا تلاقي بهذاك الشخص اللي كان دمر لك حياتك. قالت لها غير تهناي ماما ما غادي توقع حتى شي حاجه من هادشي، اصلا انا ما غاديش نمشي لاسطنبول، انا غادي نمشي للراس الاسود، غادي نبقى جالسه تماك. من بعد كنشوفوا الوصول ديالها وكان الاخ ديالها صادق والزوجه ديالو وكذلك البنت ديالو كينتظروها. فرحوا بها بزاف وشافوها وبقات الزوجه ديالو الاخ ديالها كتقول واو شحال هي زوينه صراحه. اما البنت ديال الاخ ديالها قالت وقيله هي غتديني معاها لفرنسا. هما غاديين في الطريق بقات كتوري الابن ديالها هاد المناظر اللي هي جميله بزاف. من بعد قالت الخوا بصراحه هاد البلاصه زوينه بزاف. قال شنو ظنيتي اختي؟ ما كاينش في العالم مثيل هاد البلاصه هاد البلده ديالنا. وكذلك كنشوفوا عزيز بعد ما وصل كان دايز من قدام الدار ديال الاب ديال كارتال وبدا كيتذكر هذاك النهار وبدا كيتذكر هذوك الذكريات الخايبه، بقى كيشوف هكا بواحد الحزن. من بعد كنشوفوا سيرين كتحاول تسول صادق كتقولي واش الاب ديالنا كان كيشرب الشاي هكا؟ قال لها صراحه ما عرفناش اشنو اللي وقع ليه. قالت لي شنو عاود ليا كيفاش دابا واش هو ميت ولا حي؟ قال ما عرفناش بصراحه. كان عاونوا عزيز وكان هو اللي يعاونوا باش يهرب، وصلوا حتى الحدود ومن بعد تقطعت الاخبار ديالو. من بعد كنشوفوا العائله ديال عزيز حتى هما جالسين ياكلوا يعني كيفطروا
ومن بعد جلس عفوا كيتعشاو، جلس الابن ديالو مارت في البلاصه ديالو، واللي ما عجب هذا الشيء اللي خلى اسراء انها تنفعل وتقول لي شنو هذا الشيء، واش انت كيسحب لك الاب ديالنا مات. قال لها خصكم تعودوا راسكم على هذا الشيء، غادي تبقاو تشوفوني هكذا. في هذا الاثناء كنشوفوا كارتا اللي كان في واحد الحاله اللي هي سيئه، وديما كيكون فاقد الوعي، جالس وحاط حداه القرعه الريحه اللي كانت عطاتو سيرين وغير كيفكر وساهي، وكذلك سيرين اللي كانت هي كتفكر، وكذلك الزوجه ديالو اسراء اللي كتشوف شنو النهايه ديال هذا الزواج، وكذلك عزيز اللي كان كيتصنت الموسيقى اللي كيبغي وكيتفكر دائما الزوجه ديالو سعاده. فمن بعد سكتات الكاسيت على غفله ومشى جبدها لقاها، خرجت لي هذاك الخيط ديالها. من بعد كنشوفوا سيرين جابت الهدايا للعائله ديال الاخ ديالها، فرحوا بزاف بداك الشيء. الزوجه ديال الاخ ديالها قالت لها شكرا لك بزاف صراحه، الله يزيدك من نعيمه. من بعد كنشوفوا على ان دق الباب وناض صديق يحل وطلبوا منه انه يمشي يقابل عزيز، راه بغاه يشوفه. من بعد طلبات منه الاخت ديالو انها تمشي معاه سيرين، وقبل فاش كيوصلوا كيسولوا الرجال ديالو كيقولوا ليه فين، كيكونوا واحده البحر غير كتكون هابطه عنده سيرين، وكذلك صادق غير كيقربوا لعندو وكيبغي كيفقد الوعي وكيطيح، وكتبقى واقفه حداه سيرين وكتقول ليه واش انت بخير، واش انت لاباس. من بعد كيبدا يحل عينيه وتيقول لها سعاده عافاك ما تخليش عليا مره واحده اخرى. من بعد ما كيجيبوه للدار وكتعطيه الفولار ديالها وكدير ليه فيه الثلج، كيقول لها كتقول لك يكون من الجيد انك تمشي للمستشفى. كيقول لها ماشي مشكل انا دابا راني بخير. من بعد كتقول لها انت شوف هكا في صباعي، هو كيبقى غير كيشوف فيها وساهي وما عارفش شنو يدير. كتقول ليه ما تبقاش تشوف فيا ولكن شوف في صباعي. ومباشره كيوصل الطبيب، ملي كيدخل وكيفحصو كيقول ليه الحمد لله ما عندك حتى شي حاجه اللي هي خطيره. كذلك كنشوفوا هنايا الزوج الاخت ديال عزيز كيطلب من كارتا يعطيه بعض النصائح في العمل. كيقول ليه واش انت ما قدرتي دير حتى شي حاجه. قال ليه راه بزاف ديال الدراسات درتوهم وعطيتوهم للصديق ديالي، ولكن ما قدرتوا تاخذوا حتى شي حاجه منهم. داكشي علاش هو بغى يقدم الاستقاله ديالو. فبقى كيترجى في كارتال تيقول لي عافاك ما تخليش يقدم الاستقاله ديالو، راه الاب ديالك ما غيعجبوش الحال. من بعد كنشوفوا طلبات سيرين من عزيز انها غادي تسولو بزاف ديال الاسئله على الاب ديالها. بقات كتسولو وقالت ليه كي كان الاب ديالنا وكي كانت العلاقه ديالكم كيفاش بدات. قال لها كنت كنعرفو منذ الطفوله. قالت له بغيت نعرف كيفاش اختفى. قال لها بصراحه ما عندي حتى شي معلومه، حنا كنا امنا ليه الوصول حتى للحدود ومن ثم قاطعت الاخبار ديالو. من بعد قالت لي واخا صافي وقررت انها تمشي، ولكن هو ما خلاهاش. قالت لي الابن ديالي غادي يبقى مشغول عليا. قال لها انا غادي نصيفط وغادي يجيبوه وغادي يتعشى معنا. بصراحه الدار شحال هذه ما سمعت الاصوات ديال الدراري الصغار. فهاد الاثناء كان الصديق ديال كارتال كيجمع الاغراض ديالو حتى كيدخل عنده. قال لي انت شنو كدير؟ قال لي بصراحه انا نادم بزاف انني ما خليتكش تعيش الحب ديالك. صراحه انا قدمت الاستقاله ديالي، حتى انت قدم الاستقاله ديالك ويلا نهربوا ويلا عند هذيك البنت لباريس او فرنسا وقف عليها وقول لها داكشي اللي طرا. قال ليه واش انت كيسحب لك انني انا ما فكرتش في هذا الشيء؟ حتى انا راني فكرت، ولكن انا خايف لا نمشي ولقاها تعرفات على واحد اخر وما نقدرش نستحمل نشوف شي حد اخر في حياتها. من بعد ما كانت كتعشى سيرين هي والسيد عزيز والابن ديالها، سولات وقالت لي بغيت نسولك واحد السؤال. قال لها تفضلي. قالت لي شكون هي سعاده؟ قال لها وانت سيادتك منين كتعرفي سعاده؟ قالت لي انا سمعتك ملي كنتي طايح قبيله كنتي كتهدي بالاسم ديالها. قال لها هي الزوجه ديالي. قالت لي وهي علاش ما جاتش معاك؟ قال لها انا دفنتها منذ زمن طويل. ومن بعد قالت لي اسمح لي. ومن بعد ناض بقى كيلعب هو والابن ديالها اللي ما بغاش ياكل، وجاب ليه واحد الكلب اللي هو صغير عنده تما. قال لي اني غتاكل غادي تاخذو تبقى تلعب معاه. فمن بعد بدا كياكل الابن ديالها. الخادمه اتصلت بالخادمه فاطمه وقالت لها باللي راه عندي لك اخبار، غادي تولي عندكم سيده قريب في داك القصر. السيد عزيز راه كنظن انه طاح على راسو. وسمعتها الاخت ديالو من بعد ما بقات كتلح عليها وقالت لها شنو هادشي. قالت لها راه السيده الخادمه حنيفه غير كتخربق ما عرفتش شنو كتقول لي. بصراحه السيد عزيز ما يقدرش يدير شي حاجه بحال هكذا. مشات الاخت ديالو قالت لها جيبي لي الهاتف ديال هاد الخادمه. من بعد السيد عزيز وجد الشاي وقال لسيرين بصراحه الا شربتيه غادي تولي مدمنه عليه، انا كنقول لك من دابا. من بعد ما ذاقته قالت لي فعلا بصراحه المذاق ديالو رائع بزاف. من بعد قال لها كون غير نحيدوا الرسميات او لا انت او انتم. قالت لي ماشي مشكل صراحه هو زوين بزاف.
من بعد كيوصلها بنفسه حتى للمنزل ديال الاخ ديالها، وكتبقى زوجة الاخ ديالها والبنت ديالو كيطلوا كيقولوا بصراحه حنا غادي نوليو لاباس علينا. شوف كيفاش وصلها براسو. صراحه هذا الشيء يبان على ان السيد عزيز كيهتم بها. من بعد كان فرحان بزاف ورجع بالسياره ديالو وهو غادي في الطريق وكيغني وناشط وكيحاس بواحد الفرحه اللي ما سبقش ليه يحس بها منذ وفاه الزوجه ديالو. فكان فرحان بزاف وكان كيعبر على الفرحه ديالو بالاغاني. من بعد ما كيصبح الصباح كيبدا يقلب على شي بدله تكون زوينه او اللون ديالها زوين، فعيط على الخادمه قالت ليه منين متى انت كتلبس الالوان من غير الاسود؟ قال لها بصح عندك الحق، يلا وجدي الفطور. في هذا الاثناء كيتصل بسيلين اللي كيكون الابن ديالها كيبكي وكيقول لها مالو؟ كتقول ليه راه كيبكي حيت الكلب مخلينا في الجرده وما عرفناش فين توضر. من بعد كيقول لها صافي قطعي، وكيكون مشغول بالو عليه بزاف وكيجي كيجري. كتقول ليه علاش محنتي راسك؟ كيقول لها ما محنت راسي ما والو. كيهزو بواحد الحب. سيلين كتبقى تشوف لان الابن ديالها تحرم من الحب ديال الاب. ومن بعد كيخرجوا كلشي اهل القريه باش يقلبوا على داك الكلب. كيكونوا العائله ديال عزيز كيفطروا وكيجبدوا الهضره على ان عزيز في حياته مرا واحده اخرى، او هو بدا كيبغي مرا واحده اخرى. كلشي كيبدا يضحك وكيقول الزوج ديال الاخت ديال عزيز كيقول ليه بصراحه انت مارت غادي يجيك اخ قريب، غادي يكون عندك اخ تما. كيبداو يغوتوا عليه وكيقول ليه انت شنو هاد الهضره كتقول؟ كيقول لهم سمحوا لي انا غير كنت بغيت نضحك معكم. مارت ما كيعجبهمش الحال وكيقول لهم نتوما فقدتوا عقلكم، شنو هادشي اللي كتقولوا؟ كتجي اسراء اللي كتكون فرحانه بزاف وكتقول لهم مستحيل. صراحه هذه حاجه زوينه. بعد ما اهل القريه كلهم كيخرجوا يقلبوا على الكلب كيلقاوه وكياخذوا السيد عزيز وكيقول ليه اجي راه غادي تولي لاباس. وكيكونوا جالسين هي والسيد عزيز والابن ديالها فرحان وكيلعب بهذاك الكلب. كتقولي بصراحه انا مندهشه من نفسي، ما عرفتش ولدي شنو اللي واقع عليه، كيفاش كنحس بيه فرحان. بصراحه ما عرفتش اش غادي يوقع مني. غادي نمشيو نرجعوا لفرنسا. قال لها علاش نتوما غادي ترجعوا لفرنسا؟ بقاو هنا حتى انا بصراحه غادي نتقلق بزاف. من بعد كدور سيرين وكتشوف فيه وكتقولي انا عندي بلاصه فقط لولدي، ما عنديش بلاصه لراجل اخر. قال لها انا متفق معاك ولكن قبل ما تفكري ماشي دابا، يلا معايا نعرفك على العائله ديالي في اسطنبول. وديك الساعه عاد عطيني القرار النهائي. عافاك. من بعد بقات كتشوف فيه وحضرات راسها ووافقات. من بعد ما كيوصل السيد عزيز وكيكون كلشي عارف الاخبار ديال ان دخلات مرا لحياته، كيكونوا كيتسناو وكيكون جاي مبدل. بنته كتجري عنده كتقولي ما يمكنش يا بابا، واش انت وليتي كتلبس الالوان؟ ما يمكنش، كيفاش وليتي زوين وصغاريتي؟ بصراحه ما يمكنش. وقالت لي يلاه معايا. وهما طالعين قالت لي بصراحه انا عجبني الحال بزاف ملي سمعت ان مرا دخلت لحياتك، ولكن غيرت واحد شويه. قال لها ما عندك علاش تغيري، انا ما كايناش اللي غتقدر تغيرني على بنتي. من بعد قال لها يلاه وجدي راسك في الليل مع 8 في العشاء غادي نعرفكم بهاد السيده. وكيخرج عنده حتى كارطال وكيكون كيبتسم، كيبقى يشوف فيه بواحد نظرات ديال انك زعما انت قدرتي تعيش حياتك وانا منعتيني مني بغيت مره واحده في حياتي. ولكن واخا هكاك السيد عزيز كيفرض عليه انه يكون حتى هو مع 8 في العشيه. فهاد الاثناء اسراء كانت نازله بعد ما كان الكل واقف كيتسنى، كتجري وكتقول لهم صافي ها هما وصلوا يلا. بعد ما دخلات سيرين كان كلشي كيستقبلها وكيسلم عليها وكانوا متفاجئين بالجمال ديالها. حتى كيتصدم كارطال بعد ما كتقرب وكيشوفها مزيان وكيلقاها هي حتى هي كتشوف فيه بواحد نظرات ديال الصدمه. كتبقى كتشوف فيه وهي مصدومه وحتى هو كيبقى يشوف فيها هو مصدوم ومخرج عينيه. وهنا كتسالي الحلقه ديالنا. كنتمنى تكون نالت اعجابكم وبسلام عليكم.